تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الثلاثاء 3 مارس من توقيف مواطن من جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء يبلغ من العمر 38 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البلجيكية. وجرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني ببروكسل، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال المالي. وتم إخضاع الأجنبي الموقوف لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم تكليف المكتب المركزي الوطني انتربول الرباط التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره البلجيكي بواقعة التوقيف. ويأتي هذا التدخل الأمني في إطار التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خاصة فيما يتعلق بملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دوليا في قضايا الجريمة العابرة للحدود.